يا أهلا بكل المهندسين الأشاوس، بتمنى تكونوا بخير. واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش يا مهندس تترك لايك واشتراك لو ما كنت مشترك علشان تدعمني معنويا وأقدر استمر. وكالعادة ما تنسوش إن أحط رابط بالتعليق المثبت للي حابب يعرف اسم الفيلم وكيفية مشاهدته. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بإنسانة محتجزة بداخل قبو مجهول، وبتكون تصرخ وتطلب النجدة بس ما حدش بيرد عليها. وفجأة الخاطف بينزعج من صرخات النجدة بتاعت هذه البنت، وبيعاقبها باستخدام أسلاك كهربائية مكشوفة وبكهربها، وبيكون اسم هذه البنت كاميلا. وعلشان نعرف ايش اللي صار مع هذه البنت خلونا نرجع بالزمن 3 أشهر لورا. المكان الأرجنتين. بنشوف بنتين وهم ألين وستيفاني، واللي بيكونوا سائحتين أمريكيتين بيسوقوا دراجاتهم على الشارع، وبطريقهم للفندق ما بيلاحظوش الإعلان اللي بيتكلم عن بنت مفقودة اسمها كاميلا. وبتوقف البنتين بمحل الهدايا التذكارية، وبتشتري ستيفاني سوارة لصاحبتها ألين، وبعدها بيروحوا ليدوروا على الفندق اللي حيسكنون فيه. ولكن السكان المحليين ما بيساعدوهنش كثير بإيجاد الفندق، فبتقرر البنتين إنهم يدوروا على الفندق بالليل، وبالآخر بيلقوه. وبتدخل ألين لتاخذ شاور، بينما ستيفاني بتكون تتجاهل مكالمات حبيبها اللي خانها، وبتروح تشوف مين دق على الباب، وبتلقى إنه مساعد مالكة العقار، وبيكون جايب لهم مناشف ليتنشفن فيها بعد الحمام. وبالليل بتروح ألين وستيفاني للبار ليشربن ويرفهن عن حالهن شوية، وبيشوفهن واحد من شباب الحارة اسمه تشوتشو وبيركز عليهم بنظره. وألين بتطلب تشغيل الموسيقى علشان ترقص، وبنفس الوقت بتركز ستيفاني على شاب وسيم داخل البار اسمه مايكل. فألين بتشوف مايكل لم يدخل للحمام وبتنبهر بوسامته، فبتلحقه للحمام وبتحاول تلطشه، بس مايكل ما بتكونش ألين عجبته وبيطلب منها تتركه بحاله. ولما ترجع ألين للبار بتروح تلطش الشاب اللي ركز عليها بالأول وهو تشوتشو، وبتتجاهل صاحبتها ستيفاني. هي بدها أي شاب وخلاص، إن شاء الله خرية، المهم ترتبط. وبعد شوية بتختفي ألين من البار، ولما تدور عليها ستيفاني بتشوفها بتعمل تشوك أح مع تشوتشو برا. وبتدرك ستيفاني انه ألين حتطول هون لانها مشغوله بالتشوك اح مع تشوتشو، فبتقرر ترجع للبيت لحالها. وبتصحى ستيفاني بنص الليل لانه ألين رجعت وبتكون جايبه معاها تشوتشو. ولما ترفض ألين تشوتشو انه يكون حبيبها بيعصب عليها وبحاول يعتدي عليها، فبتلحق ستيفاني الموقف وبتمسك ألين وبتجبرها تدخل للفندق. وبيضل تشوتشو يعمل ازعاج، فبيطلع له مايكل اللي بنكتشف انه بيعيش بنفس الفندق بجانب غرفه البنتين. وبتستيقظ ستيفاني بالصبح وبتدرك انها هي وألين حيفوتوا موعد الباص اللي حيرجعهن على بلدهن. وبتصحي ستيفاني ألين وبتقولها تجهز بسرعة علشان ما يفوتوش الباص والا حيستنوا لليوم الثاني. وبتنزل ستيفاني وألين لتحت وبحاولن يلحقن الباص بس على الفاضي، وبيتركن بينهن لازم يستنن لليوم الثاني علشان يرجعن لأمريكا. فبتقرر ستيفاني وألين انهم يشغلوا حالهن هاليوم بأي شيء. وبتلتقي ألين وستيفاني بصاحبة العقار اللي اسمها روزا ماريا، وبيسألنها عن بلدة سياحية اسمها فيلا ديلاغو، بس بيتضح انها بلدة أشباح وبانه ما فيش حد بيروح هناك اصلا. وبتنصحن روزا ماريا انهن يروحن يزورن شلال او يروحن للكهوف السياحية او يروحن للجبال، بس البنتين ما بردوش على نصيحة روزا ماريا وبيتوجهن لبلدة الاشباح فيلا دلاغو. وبيشوفن مقهى على الطريق وبقررن انهن حيضلن فيه بطريق العودة. ولما توصل البنتين لنهر بالبلدة بيوقفن عنده ليرتاحن شوية ويستمتعن باخر يوم الهن في هذه المدينة، وبيبدأن الاستجمام. وبعد عدة ساعات بتقترح ستيفاني انه وقت الراحة خلاص ولازم يتحركوا، بس ألين ما بتكونش عاوزة تقوم وبتقول بانها ما خلصتش استراحة لسه. فبيحصل جدال خفيف بينهم، وبتقول ستيفاني لألين انه تصرفاتها هذه الايام مش مقبولة، وبانها قبل يوم حاولت تلطش مايكل، وهو الشيء اللي خلى ستيفاني تستاء منها لانها بتعرف انه ستيفاني بتحب مايكل. بس ألين ما بتهتمش بتوبيخ ستيفاني لإلها، وبيظهر انها انانية الى حد كبير. وبتحكي لستيفاني بانها حتعمل نفس الشيء لو كانت محلها. فبتعصب ستيفاني وبتترك ألين وبتروح، وبتستنى ستيفاني شوية بنص الطريق على امل انه ألين تندم وتلحقها، بس هالشيء ما بصيرش. فبتشعر ستيفاني بالاحباط من ألين وبتروح لحالها لتستمتع بالمناظر الطبيعية والجبال. وبتكمل الاستجمام على الشاطئ، وفجأة بتسمع صوت خرخشة وبتعرف بانها مش لوحدها بالمكان. وبترسل ألين رسالة لستيفاني وبتحكي لها بانها حتغادر المكان وتروح للمقهى اللي على الطريق، وبتطلب من ستيفاني انها تروح لهناك برضو. ولما تجهز ألين نفسها لتغادر المكان بيهجم عليها حد من الخلف وبيضربها. وبتروح ستيفاني للمقهى لتشوف ألين بس ما بتلقاهاش. وهنا بتتعرف ستيفاني على مايكل وبتعرف عنه أكثر، وبتخاف ستيفاني إنه في شيء حصر مع ألين على الشط، فبترجع هناك لتتفقدها بس ما بتلقاش حد هناك. وبيظهر مايكل فجأة أمام ستيفاني وبيسألها إذا بحاجة للمساعدة، وبتتصل ستيفاني على ألين وبتلقى إنه جوالها اللي برن بنفس المكان. وبيتفحص مايكل المكان وبيلقى على الأرض بقع دم، وبيدرك بإنه في حاجة سيئة يمكن حصلت لألين. فبتخاف ستيفاني جدا وبتتصل على الشرطة ليساعدوها تلقى صاحبتها ألين. وبعد شوية بيوصل شرطي اسمه شريف كارفو للمكان، وبعد ما يشوف شريف جوال ألين والمنطقة بيسأل ستيفاني ليش ما كانتش مع صديقة
صديقتها ألين، فبتحكي له ستيفاني اللي حصل بينها وبين ألين، فبحط الشرطة الحق على ستيفاني وبيحكي لها أنت السبب. وبعدها بتبدأ ستيفاني تتكلم عن الرجل اللي لحق ألين قبل يوم وكان حيعتدي عليها لولا تدخلها، بس ما بتكونش عارفة اسمه ولا عارفة توصف شكله لأنها ما تكلمتش معاه أصلا. وبتقول ستيفاني إنها جاهزة تروح لمركز الشرطة وتقدم إفادتها، وبتكون ستيفاني مش واثقة بمايكل وبتطلب منه إنه ما يلحقهاش لمركز الشرطة. ولما تروح ستيفاني لمركز الشرطة بيعطيها الشريف نموذج إفادة لتقدمها، وبيحكي لها بإنه هذا كل شيء بيقدر يعمله حاليا، وبتطلب منه ستيفاني إنه يعمل فريق بحث ليبحثوا عن صديقتها المفقودة. بس بذكرها الشريف إنها مش بأمريكا بل بالأرجنتين، وبإنه الإجراءات بتختلف عن أمريكا كليا. ولما تعرف ستيفاني إنه الشرطي مش حيساعدها بهذا الموضوع بتبدأ تسأل السكان المحليين إذا شافوا صديقتها ألين، ولكنهم كلهم بيتجاهلوا ستيفاني وبيتفادوا الحديث معها. وبعدها بتشوف ستيفاني تشوتشو اللي كان حيعتدي على ألين قبل يوم، وبتنادي ستيفاني عليه ليوقف، بس تشوتشو بيهرب منها فبتطارده ستيفاني، بس بالآخر بيقدر تشوتشو يهرب. ولما ترجع ستيفاني للمكان بتدرك إنه في حد كسر دراجتها الهوائية، فبتضطر ترجع للفندق مشيا على الأقدام، وبكون باب غرفتها مغلق بس غرفة جارها مايكل مفتوحة. فبتقرر ستيفاني تزور مايكل وبتدخل لغرفته، وبتكون ستيفاني شاكة بمايكل برضه، فبتدور بأغراضه وبتلقى بشنطته نفس السوار اللي اشترتها لألين من محل الهدايا التذكارية. وبتروح ستيفاني للشرطي شريف وبتحكي له إنه مايكل متورط باختفاء صاحبتها ألين وبتوريه الدليل، بس الشرطي بيضحك عليها وبيحكي لها بإنه دليلها تافه وبإنها لازم تجيب دليل أقوى من هذا على تورط مايكل باختفاء صاحبتها. فبتعصب ستيفاني من تخاذل الشرطي شريف وبتاخذ مفتاح سيارة صاحب شريف اللي كان قاعد وبيتكلم معاه دون ما ينتبه لها أصلا. وبتروح ستيفاني لبلدة الأشباح وبتشوف تشوتشو بيسوق دراجة نارية فبتلحقه، وبتوصل ستيفاني لمنطقة ممنوع الدخول لها، بس ستيفاني بتفتح البوابة وبتشوف على الرصيف علامات لموتورسايكل دخل المكان، فبتدرك ستيفاني إنها بتتوجه للمكان الصحيح وبتكمل سياقة. وبتدخل ستيفاني للبلدة وبتشوفها قديش ملانة خراب ومفيش حد فيها، وفجأة بتشوف ستيفاني مايكل وبتفكره خاطف، بس مايكل بيحكي لها بأنه بيدور على حبيبته المفقودة اللي اسمها كاميلا، وبيحكي لها بأنه هو وكاميلا أجوا للأرجنتين قبل 6 أشهر ليوفروا مساعدات إنسانية للمكان، وبأنه قبل 3 أشهر كاميلا راحت تشتري من البقالة وما رجعتش للبيت. وبتعرف ستيفاني من صورة مايكل وحبيبته كاميلا إنه السوار اللي كانت بحقيبته خاصة بكاميلا حبيبته، فبتشعر بالندم وبتقرر توثق بمايكل. وبيحكي مايكل بأنه طبقا للشائعات ففي حد بيخطف البنات الحلوات بهالمكان، لهيك أجل يدور على حبيبته المفقودة هون. وبالآخر بقرر الاثنين يتعاونوا ليلقوا كل من إلي وكاميلا. وبيحكي مايكل بأنه لازم يكونوا سريعين بالبحث ومعاهم حتى حلول الليل، بس لأنه البحث بالليل حيكون خطير جدا بهذه الظروف. وبيتفقوا الاثنين انهم حيرجعوا لهذه النقطة بعد نصف ساعة، وبينفصلوا وبيبدأوا عملية البحث. وبيظهر بوش مايكل الشرطي شريف وبيحكي له بانه بيبحث عن سيارة صاحبه اللي سرقتها ستيفاني، فبقرر مايكل يخفي حقيقة انه التقى بستيفاني قبل شوية. وبننتقل لألين اللي بيرجع لها وعيها، وبتدرك بانه تشوتشو هو اللي خطفها، وبتطلب ألين كاسة مية منه، فبشربها تشوتشو مية بشكل غير صحيح لانه بيحضر مباراة ومش فاضي لها. وبتمسك ألين زجاجة حادة من تحتها بدون ما ينتبه تشوتشو، وبتدعو تشوتشو انه يقرب عليها وبانها عايزة تبوسه، فلما يقرب عليها بتهاجمه وبتحاول تضربه، بس تشوتشو بيكون اقوى منها وبيكتفها، وبيكون حيعمل تشوك اح معاها غصب عنها، بس بيتصل عليه شريكه فجأة. وبتشوف ستيفاني دراجة نارية مصفوفة امام مبنى مهجور فبتدخل لجوا، وبتشوف ستيفاني تشوتشو مع صاحبتها ألين، فبتبدا ستيفاني تقرب بحذر علشان تحرر صديقتها ألين. واول شيء بتعمله هو اطفاء المولد الكهربائي علشان يتوقف التلفزيون والاضواء عن العمل. وبينما تشوتشو بصلح بالمولد بتكون ستيفاني مستخبية وراه، بس فجأة ستيفاني بتتحرك وبزحلق البايك وبيوقع على القوارير الزجاجية، فبينتبه تشوتشو للي صار بس ما بيشوفش ستيفاني، وبيكون فاكر انه البايك وقع لحاله. وبتركض ستيفاني لألين لتحررها، بس تشوتشو بيشوفهن وبيبدا يطاردهن، وبتدرك البنتين انه تشوتشو حيمسك فيهم، فألين بتمسك عصا وبتضرب تشوتشو ضربة مباشرة على وشه. وبتقدر ألين وستيفاني يركبوا السيارة المسروقة ويقفلوا على حالهم، بس ما بيكونش في بنزين. وبقوم تشوتشو وبيبدا يحاول يكسر شباك السيارة، بس ألين بترش بوش تشوتشو مادة كيميائية خطيرة، وبتطلع البنتين من السيارة وبيهربوا، وبيلقن بوشن سيارة الشرطة شريف. وبتنادي ستيفاني على الشرطة اللي يساعدها، بس الشرطة شريف ما بيكونش هناك، فبتحكي لها ألين انها تستخبى بسرعة. وبيقدر تشوتشو يمسك بألين ويرميها على الأرض، وللأسف راس ألين بيخبط خبطة قوية بحجر فبتموت. وبيوصل مايكل والشرطة شريف للمكان، وبيضرب مايكل تشوتشو لأنه قتل ألين وخطف كاميلا، وبحط شريف مسدس براس تشوتشو وبكون عامل نفسه حيقتله. بتروح ستيفاني لسيارة الشرطي وبتلقى جواز السفر الخاص بصاحبتها ألين، وبهيك بتدرك انه الشرطي شريف هو شريك تشوتشو. وبتحاول تنبه مايكل انه بخطر، بس باب السيارة بيكون مقفول، وبيعرف مايكل من حركات ستيفاني انه شريف هو شريك تشوتشو، فبسرعة بياخذ مايكل المسدس من شريف وبيأمره يستسلم ويدله على مكان حبيبته
المخطوفة كاميلا. فبيحكي له شريف موافق، بس عندي شرط، أنا حأعطيك حبيبتك كاميلا وبالمقابل حتعطيني ستيفاني. وبيكون مايكل يحب حبيبته جدا فبوافق على الصفقة. ولما يلف مايكل ظهره بيطلع شريف مسدس ثاني مخبيه وبيقتل مايكل. وبالليل بتستيقظ ستيفاني وبتلقى حالها مخطوفة من قبل شريف وتشوتشو، وبيوعدوها بأنهم حيتصرفوا معاها بشكل جيد لو عملت كل حاجة هم عايزينها، ولو حاولت تهرب أو ما قبلتش تعمل الأشياء اللي هم عاوزينها فحيشوه شريف وجه ستيفاني بسكينة. وبيزهق شريف فبقرر يعذب ستيفاني بالأسلاك الكهربائية. بس قبل ما يبدأ بيتصل عليه زبون وبيحكي له بأنه عاوز يشتري ستيفاني مقابل فلوس. فبيقبل الاثنين يبيعوا ستيفاني بسبب المبلغ اللي انحط عليها، وبيعطوها مخدر وبودوها للقارب ليشحنوها. وبالطريق بتدرك ستيفاني انه هذه حتكون اخر فرصة هروب لإلها ولا حتضل عبدة طول حياتها. وبتشوف شبكة صيد قريبة منها فبتمسكها وبترميها على تشوتشو فبيوقع بالمية. بس شريف ملاحظش اللي صار لانه مشغول بالسياقة. فستيفاني بتنط بالمية وبتحاول تهرب، بس شريف ما لاحظش اللي صار لانه بيسمع موسيقى. وبعدها بيعرف شريف انها هربت فبروح فورا للشاطئ وبيقدر يمسك ستيفاني. وهناك بيكون الزبون اللي عاوز يشتري ستيفاني بانتظارهم، وبيشوف الزبون قديش ستيفاني جميلة فبيعطي الفلوس لشريف وبياخذها. بس ستيفاني بتضرب الزبون على منطقته الحساسة وبتقدر تفلت من شريف وبتهرب. وبتبدا ستيفاني تنادي عن نجدة، بس شريف بيمسك سلاحه وبيقرر يطلق النار على رجليها ليمسكها. وبتوصل البنت للكوخ وبكون صاحبه حيفوتها لعنده، بس الطلقة بدل ما تصيب ستيفاني بتصيب هذا الرجل وبتقتله. فستيفاني بسرعة بتمسك سكينة وبتستخبى خلف السرير. وبدور شريف بغرفة من الغرف بس ما بيلقاهاش، بس فجأة بيشوفها بتحاول تهرب من أمامه فبيمسكها وبيكون عاوز يستمتع فيها شوية. بس ستيفاني بتمسك مسدسه وبتهدده فيه فبيسخر منها شريف وبيحكي لها بأنها أضعف من إنها تضغط الزناد وتقتله. بس ستيفاني بتخاف وبتطلق عليه النار وبتقتله. وبالصبح بترجع للبيت وبتشوف سيارة شرطة، بس ستيفاني بتفكر أن الشرطة بالأرجنتين مثلهم مثل المجرمين فبتمسك حجر لتدافع عن نفسها، بس بتكتشف بالآخر إنه يمكن الوثوق فيهم. ولهون بيخلص ملخص فيلم And Soon in the Darkness. لو عجبك الملخص وحابب انشر ملخصات مشابهة اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، وما تنسوش تعملوا متابعة على صفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.